هل أنا ابن فايزة كمال والّا لأ؟ أنا ابنها يا جماعة، وليّا أخت صغيرة اسمها ليلى. عندكم حق تشكوا فيا ان انا ابن فايزة كمال، ما هو مش معقول القمر ده تجيب ده. بس يا جماعة انا حالق شعري علشان بعمل دور في فيلم جديد، علشان كده شكلي متغير. طلع صورة ليه معاها وهو صغير وكان قمر زي مامته الخالق الناطق، واخته كمان قمرين، وده كله علشان هم ولاد مشكوك فيهم. هي دي حكاية يوسف وليلى ولاد الفنانة فايزة كمال. يا ترى ايه حكاية ولاد فايزة كمال اللي ظهروا على التيك توك؟ ويا ترى بيحبوا التمثيل زي مامتهم ولا الإخراج زي باباهم مراد منير؟ وإيه اللي عمله محمد منير مع مامتهم قبل ما ترحل؟ هل سامحوه على الموقف ده؟ كل دي تفاصيل هقول لكم عليها في الفيديو ده، وحكاية جديدة من حكاوينا. لما تكون أمهم الموهبة الكبيرة فايزة كمال وأبوهم المخرج العظيم مراد منير، لازم نتوقع إن أولادهم هيطلع عندهم موهبة فنية كبيرة، ما هم من عيلة فنية ممتازة. فايزة كمال عانت من الكانسر والتعب سنين كتيرة قبل رحيلها، كانت بتقف على خشبة المسرح وتخرج تروح المستشفى تتعالج. رحلت وسابت يوسف عمره 16 سنة وليلى 13 سنة، رباهم من بعدها أبوهم المخرج مراد منير وزرع فيهم الموهبة من صغرهم. يوسف طلع لباباه بيحب الإخراج، وليلى طلعت لمامتها بتحب التمثيل. يوسف طلع للجمهور وراهم صورته على تيك توك مع امه وقال لهم يا جماعه انا ابن فايزه كمال، كل اللي بيسالوني يتاكدوا ان انا ابنها. شكلي متغير كتير عن ما كنت صغير، بس انا حالق شعري علشان بعمل دور مهم، ادعوا لي انجح فيه. كمان ليلى اختي بتمثل زي ماما، واتوقع انها تبقى ممثله شاطره وهتكسر الدنيا الفتره الجايه. محمد منير اتهرب منها وتسبب في زعل كبير، وفي اخر ايامها طلبت تشوف محمد منير ورفض يشوفها. يا ترى منير رفض يشوف فايزة ليه مع انها كانت من اعز اصدقائه؟ ولما سألوا منير بعد رحيل فايزة ما روحتش تزورها ليه رغم انها طلبتك، قال عزيزة على قلبي وما استحملتش اشوفها بتتألم. فايزة عمرها ما كان ليها اصدقاء من الوسط الفني، كان كل اصدقائها من خارج الوسط الفني، وكل اللي في الوسط مجرد زملاء لفايزة، واللي كانت ام بالدرجة الاولى، لا بتحب تحضر سهرات ولا حفلات ولا اي حاجة تخص التمثيل خارج اطار الكاميرا. كانت مكرسة كل حياتها لتربية ولادها والاهتمام بجوزها المخرج الكبير وبس كده. بعد رحيل فايزة كمال اضطرت بنتها تقوم بدور الأم لأخوها، قامت بكل الأعباء المنزلية وتحولت من طفلة عندها 13 سنة لأم واجبها ترعى كل اللي حواليها. طبعا كل ده أثر في شخصيتها وخلاها قادرة تتحمل المسؤولية من وهي صغيرة، بتسعى إنها تكون ممثلة شاطرة وبتشتغل على نفسها وبتدرس تمثيل وبتاخد ورش كتيرة. قلبه اتقطع عليها بعد ما رحلها وكتب فيها رثاء هز السوشيال ميديا كلها. مراد منير افتكر ذكرياته مع راحلة فايزة كمال وقال دخلت المسرح اتفاجئت بالقمر الملاك البريء في اول بروفا ليها، واول ما عيطت قلت لها فاكره نفسك سعاد حسني؟ انت هنا ممثله وبس وما نطبطبش على حد. وتراهن هو والسعداني على نجاح فايزه. في الاخر كسب الرهان من السعداني وقال في مذكراته ان هو مجرد ما شافها قال ان الحريه دي هتبقى في يوم من نصيبه. ما نقدرش ننسى ادوار فايزه كمال اللي اصبحت علامه مميزه في تاريخ الدراما المصريه، زي المال والبنون ورأفت الهجان وأولاد الأكابر وأبو حنيفة النعمان والنسر الشرق والإمام الغزالي وغيرها من الأعمال الكتيرة واللي ما نقدرش ننساها. قدمت لنا مسرحية ما نقدرش ننساها زي الملك هو الملك ولولي. بس بعد المشوار ده وظهور ولادها على تيك توك، تفتكروا سامحوا محمد منير إنه ما راحش زار مامتهم قبل ما ترحل، ولا دي خلاص حكايات وعدت؟ شاركوني برأيكم في التعليق.